سلطان جائر أعظم الجهاد. يحتج بأن أعظم الجهاد كما قال الرسول كلمة حق عند سلطان جائر. نعم، التزم بالحديث. يقول لك عنده وأنت تقف على المنبر، قد تقولها في مرحاض زاوية بقرية، يعني تقول أنت في المجاهل كلمة الحق التي تدعي، ولكن ليست عنده. يقول لك عنده فإذا توفر شرط العندية هذا فأت به، اذهب إليه فقل له كلمة حق عنده، لا على رؤوس المنابر ولا في الاجتماعات الخاصة ولا في الدهاليز المغلقة ولا في التهييج والفوضى. وهذا والله يغرق الأمة كلها، هذا والله يدمر الناس ويدمر الثروات ويستجلب الأعداء من الكافرين والمجرمين والمنافقين والعلمانيين والشيوعيين لاحتلال ديار المسلمين. والله لا يأتي منه خير، لأنه لم يأتي منه خير قط، ولأنه بضد ما أمر به الرسول وبضد ما أمر به الله رب العالمين في كتابه المجيد. فنلتزم بالوسيلة الصحيحة للغاية الشريفة، لا نخوض إلى الشاطئ بركة من الوحل والطين. كلمة حق عند سلطان جائر، نعم، اجعلها عنده، اذهب إليه وقل له، وإلا فلا تتكلم ولا تهيج الناس لإحداث الفوضى ونزع الأمن الذي لا يعرف الناس قدره إلا إذا فقدوه. والله لا يعرف الناس قدر هذه النعمة إلا إذا فقدوه. في ديار المسلمين الآمنة تسافر المرأة بليل لا يتعرض لها أحد، مع كثرة الطائشين الذين أفسدتهم المدنية الغربية وصاروا عابدين لنزواتهم مقبلين على شهواتهم، ولكن ما زال بفضل الله تبارك وتعالى من هذه النعمة القدر الكبير الذي نحمد الله تبارك وتعالى عليه ونشكره. تسافر في أي وقت من ليل أو نهار وأنت آمن على نفسك وعلى مالك بفضل الله تبارك وتعالى، والناس عندهم حفاظ، والصلوات يؤذن بها على المنائر في الربوع، والناس بفضل الله يصلون ويصنعون الخير. لماذا نفرط في هذا الخير العظيم من أجل شيء مظنون بل موهوم بل سراب لن يكون؟ وكل هذا بدعوى الحماسة الزائدة لدين الله. نريد أن نطبق شرع الله. الخوارج الأولون قالوا ذلك، فماذا طبقوا؟ قتلوا عليا رضوان الله عليه، قتلوا المسلمين الموحدين وتركوا الكفار المجرمين كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا فعلهم ودعواهم: إن الحكم إلا لله، نريد حكم الله وتطبيق شرع الله. هذه دعوة الخوارج الأولين، كانوا يريدون ذلك والوصول إليه على متن جسر من الأشلاء وبحر من الدماء، ولم يصلوا إلى شيء، لأن البدعة لا توصل إلى شيء، ولا يمكن لمبتدع قط. كيف يمكن للمبتدع؟ لا يمكن. التمكين للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كما قال الله رب العالمين. فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأصول ونبث العلم في الأمة وندعو الناس إلى الخير. إذا دعونا الناس إلى الخير واستجاب من هداه الله كثر الخير في المجتمع وقل الشر، وحينئذ يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير ويواتر علينا نعمته سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين، وأن يجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب